كده النصيحة اللي أنا بنقدمها للراجل اللي هو بيقول لك أنا عايز مصنع علف، بنصحه أول حاجة ما يعملش مصنع علف، يروح يأجر تركيبة بتاعته يروح يعملها بالطن عند مصنع. مصانع كتيرة جدا زي ما قلت لك، مصانع كتير عندها أزمة و90% منهم مش واصلين لطاقتهم. ففي مصانع كتير قوي هتقبل الكلام ده، ومصانع كويسة جدا وعلف كويس. فأنت الأول حاجة تعمل علفك بشكارتك باسمك لدى الغير بالطن، لغايه ما توصل رقم معين. انا شايف ان هو ممكن يبقى 1000 2000 طن في الشهر. تبدا تقول انا هاجر المصنع برضو من بابه بقى، اخرج الناس اللي فيه واجيب انا الاداريين واجيب مدير الانتاج ومدير الجوده من تبعي واعمل. فانا مأجر المصنع معدات وحيطان. الاولانيه انا مأجر بالطن، باخد المصنع باخد العلف على الباب. يبقى هي مهمتي ايه؟ تسويقه. خلصت شطار، الله ينور عليك، عملت 2000 طن تسويق، يبقى انت خلصت مرحله كويسه جدا في العلف. ابدا افكر في انتاجه. فلكن انا في المرحله الاولانيه باخد العلف على باب الايه؟ على باب المصنع. اللي جوه المصنع انا بس بشرف عليه، لكن مش انا اللي بنتج. في ناس خبره جوه هي اللي بتنتج وبتعمل الشغل. بعد كده لا، انا هجيب التيم بتاعي وهاخد المصنع ده بالشهر بالشهرين بالسنه، حيطان ومباني ومعدات. وصلت ل 4000 طن. برضه انا بكلمك ارقام تقريبيه بناء على دراسه السوق والريسك وكده. ابدا افكر اشتري ارض واعمل معدات. وانت كده عرفت انت مين زبونك، عرفت هتبيع قد ايه، محتاج تنتج قد ايه تقريبا، نوع الشريحه اللي انت هتشتغل عليها، تكلفه فانت وعندك ارباح. المفروض ما انت لو مش عامل ارباح يبقى احنا صح. يبقى احنا خليناك ما تتورطش. قلت لك اجر، فانت ما عندكش مش ربح اصلا، عندك خسائر. فاحنا الحمد لله ما هنعرف نطلع بسهوله. نعرف نطلع، هنلم المديونيه اللي في السوق وخلاص. لكن لو انا عملت المصنع هيبقى هتلم المديونيه اللي في السوق، بالاضافه ان المصنع اللي عندك مش هتعرف تعمل فيه. فاللي اقصده انت خلصت كده تمام. ابدا المصنع على بقى، انت واضحه والرؤيه بتاعتك المناطق اللي هتبيع فيها. هتعمل مصنع فين؟ خلاص، عميلك مثلا على الصحراوي في كذا، في القبلي، في بحري. فانت عرفت المصنع هيبقى فين، عرفت شكل المعدات هيبقى شكل ايه، شكل الجوده اللي انت محتاجها قد ايه، نوع الناس اللي هتجيبها وهكذا. يبقى انت على الاقل يبقى انت دخلت في صوره ذهنيه كده مسبقه بالظبط يعني.